نادي صن داونز عمل حفلة قبل الماتش، فاللعيبة نزلت. ازاي هيبقى في حفلة قبل الماتش؟ احنا كمان عندنا حفلة ولازم نعمل حفلة. نزلوا الملعب عملوا حفلة عن النادي الأهلي 5-2، وشكل اللعيبة دي بتحب الخمسات، وكل لاعب نزل الماتش ماسك عصاية، واللي قابل لعيب من النادي الأهلي تحس ان لعيبة النادي الأهلي اللعيبة التانية دي معاها شوم، عصيان، نشاشيب زي اللي معايا ديت، شغالين فيهم اجوان اجوان اجوان. وياسر ابراهيم على محمد هاني، على طاهر محمد طاهر، على حمدي فتحي، على كندوسي، على بيرسي تاو، على محمد شريف. اللعيبه دي ما جاتش اساسا، والناس هتطلع تقول لك الشناوي وحارس مصر الاول وهو اللي يشيل الماتش. هيشيل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ تتكلموا عن الجون التالت والولا شايطها شوطه جامده. انت بتعيب على الشناوي ولا ماسك في الشناوي وسايب العيال واللي عملته ده كله وجاي تمسك في محمد الشناوي؟ انت لازم ترجع تشوف الفريق ده في الشوط الاول مستحوذ 80% استحواذ اللي عمرنا ما شفناها قدام النادي الاهلي اللي قدام صن داونز. احب اقول كلمه واحده بس كزملكاوي، احب اقول كلمه واحده بس، ان الحمد لله ان مش احنا اللي بنلاعب صن داونز هناك الساعة 3 العصر. في الجماهير دي كلها اللي كانت جاية تحضر حفلتين مش حفلة واحدة، حضروا حفلة قبل الماتش الساعة 1 الظهر، وحضروا حفلة تانية ساعة الماتش 5-2. جوان بالرز، جوان ياما، واللعيبة نازلة ترقص. حسيت إن هما البرازيل، وأنتوا عشان لابسين أصفر يا ابني نازلين ترقصوا بعد كل هدف. تعبتونا والله العظيم.